ألذ برجر هتعملوه بإيديكم في البيت، ولو محتاره في الغدا فدي الوصفة المناسبة. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. اول حاجه علشان يطلع معانا ساندوتش برجر زي اللي بنجيبه من بره لازم نعمل الصوص الخطير ده. عشان نعمل الصوص بتاع البرجر محتاجين بصلتين يكونوا صغيرين او بصله وسط، يستحسن البصل الابيض بلاش الاحمر، او يفضل يعني الابيض. هنحاول ان احنا نقطعها ناعم جدا جدا على قد ما نقدر، ننعمها جدا عشان ما تبقاش باينه في الصوص قوي. هنحضر بقى بولة عشان نخلط فيها مكونات الصوص. زي ما اتفقنا هنحتاج بصل يكون مفروم ناعم، وتاني حاجة هنستخدمها هو خيار مخلل جاهز بقى او عاملاه في البيت وتفر مش هتفرق. هنحتاج كده بما يعادل نص كوباية من الخيار متقطع ناعم، هنفرمه برضو ناعم على قد ما نقدر بحيث ان هو ما يظهرش برضو في الصوص هو والبصل، فهنقطعه ناعم جدا. هننزل بقى بالخيار ده على البصل، وهنحتاج ربع كوباية من المايونيز، ومعانا كمان ربع كوباية من الكاتشب، ومعانا طبعا اختياري كمان ربع كوباية من صوص المستردة، بس فعليا مفيش اي حد في البيت بيحب المستردة عندنا. توابل الصوص بسيطة جدا جدا جدا. معانا هنا نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، بس لا هضيف بقى بابريكا ولا هضيف أي حاجة، هما دول بس توابل الصوص. وهقلبه. المفروض بقى ان هو يطلع صوص خفيف شوية، فعشان كده هزوده بربع كوباية من المية بدل المستردة اللي انا مزودتهاش. لازم القوام يبقى زي ما انتم شايفينه كده سايل شوية. المفروض بقى تاني حاجة سندوتش البرجر ان يبقى فيه خس، وانا فعلا ما لقيتش خس، فتمام استبدلته بقى بجرجير عادي، اوراق من الجرجير كده قطعتها، حاول ان انا اقطعها ناعم برضه او افرمها ناعم. احنا كده بنحاول ان احنا نجهز كل حاجات الساندوتش جنبنا عشان لما نبتدي نرصه على طول ما ناخدش وقت. تاني حاجة بقى ودي من الإضافات مش من الأساسيات، وهي البصل المكرمل. يعني تقريبا السندوتش مش هيحلى غير بالبصل المكرمل. هنحتاج بصلتين وسط، برضو يكون بصل أبيض عشان نسبة السكر فيه بتبقى عالية فبيتكرمل أسرع. هنقطعها سلايز رفيعة كده، بس في نفس الوقت ما تبقاش رفيعة قوي عشان ما تتحرقش منك انت لسه هتكرمليها. وبعدين هبدأ ان انا افككها من بعضها كده بالطريقة دي، بحيث ان تبقى كل سلايز لوحدها اللي هو كل شريحة لوحدها. جاهز معايا بقى طاسة كبيرة تكون على نار متوسطة بدون اي اضافة اي مواد دهنية. حاولي بس تخلي ايدك فيه على طول، ما تسيبوش وتروح تعملي حاجة. اول ما يبدأ لونه يتغير والطاسة تبدأ تعمل كده هي كده ما اتحرقتش، لا انت كده ماشية تمام. اول ما تيجي تعمل الالوان دي والحاجات دي انت كده ماشية تمام. هبدأ بقى في المرحلة دي اول ما يبدأ لونه كده ياخد لون، هبدأ ان انا انزل بنص كوباية من المية، استمر برضو في التقليب كل ده على نار وسط. شايفين بقى لون الكرملة؟ شايفين اللون البني ده هو لون الكرملة، حتى اللون البني اللي في الطاسة ده برضو لون كرملة، ما تقلقيش تمام. ما تخافيش برضو الطاسة مش هتبوظ ولا اي حاجة، هو مجرد بس شوية مية وكل حاجة هتطلع. اول ما المية تنشف والبصل ياخد لون اغمق شوية هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة واقلبها بيها، وبكده البصل يكون اتكرمل معانا وجاهز. هو لونه اصلا كان اغمق من كده بس الاضاءة والكاميرا فتحين اللون. كده بقى كل حاجة جاهزة، مش فاضل غير ان احنا نجهز البرجر ونرص الساندوتش. بص، انا هنا كنت اوفر دوز في الزبدة، المفروض ان انا احط معلقتين من الزبدة وادي تحميصة للعيش علشان لما تحط عليه الصوص ما يمرمرش كده معاكي. بس انا كنت اوفر دوز قوي في الزبدة فالعيش شربها كلها، فما تحطيش زبدة كتير. لما تحطي العيش اضغطي عليه كده عشان يعمل العلامات اللي انت شايفاها دي، لازم تضغطي عليه قوي ولازم ياخد التحميصه دي. رجعت حطيت زبده تاني لان كنت اوفر دوز زي ما قلت لكم في الاول، ونزلت بالبرجر. انا النهارده استخدمت برجر جاهز اللي هو عشان يبقى غدا سريع يعني. واول ما تنزلي بالبرجر في الجريل لازم تضغطي عليه برضو، بره في المطاعم بيحطوا عليه حاجه تقيله عشان علامات الجريل دي تعلم فيه، فبايدك كده واضغطيه. بصي احنا بنحطه بالورقه، اول ما بيلمس النار الورقه بتسيب لوحدها. شايفين بقى هو اخد العلامات ازاي؟ لازم ياخد العلامه دي فوق وتحت، وزي ما اتفقنا نضغط عليه كويس جدا وما نقلبش غير لما نحرك الجريل كده تبقى كل حاجه اتحركت معانا. هنبدا بقى ان احنا نرص الساندوتش. هنحط الصوص القمر اللي احنا عملناه اللي هو الساندوتش مش هينفع غير بيه بصراحه، طعمه حلو جدا جدا. ابدا ان انا احط الصوص وبعدين احط الخس او الجرجير اللي انا استبدلته عشان انا ما لقيتش خس،
بس الجرجير برضو كان حلو تمام مش الحال يعني، كنت متقبله طعمه قوي في الساندوتش. وبعدين هنحط البرجر عليه البصل وعليه جبنه شيدر. ممكن تستخدمي موتزاريلا عادي، بس الجبنه الشيدر دي بتبقى لايقه قوي مع البرجر. بعدين هنرجع نرص تاني اللي هو عشان احنا هنعمل دبل، الساندوتش هيبقى دبل. وبعدين هنحط العيش من فوق بس، ساندوتش خلص. في بقى تركايه، هتمسكي بقى الساندوتش ده في الجريل برضو مع معلقه زبده كده، وتحطيه وتضغطي عليه عشان ياخد شكل الجريل زي ما بنجيبه من بره. هي دي حركه اختياريه بس مش اكتر. لا شايفين بيبقى شكله عامل ازاي؟ زي ما بنجيبه من بره بالظبط. اهم حاجه اتاكدي بس ان العيش يبقى صابح. وهنقدمه مع بطاطس محمره وشويه مخلل، وبالف هنا وشفا. ان شاء الله هنتقابل على خير في فيديو جديد. سلام.